السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هشرح لكم طريقة عمل سندوتش لانشون، والمكونات بسيطة جدا. كل اللي انت محتاجه هو العيش اللي بايت من امبارح، واللانشون اللي انت جايبه من السوبر ماركت. طبعا هو بيكون موجود في التلاجة، فانت هتطلعه. طبعا هتطلع اللانشون اول حاجة. زي ما انتم شايفين، ده لانشون بيف معفن. سعره كان 20 جنيه للربع كيلو. طبعا ده العيش بتاعنا. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنفتح الكيس ونجيب رغيف عيش زي ما انتم شايفين كده. بعدين هناخده ونروح على البوتاجاز علشان نقمره. وطبعا لو انتم مش عارفين تأمير العيش فانا شرحته في فيديو سابق. زي ما انتم شايفين ولعت النار، بعدين حطيت العيش. ممكن اجيب رغيف كمان واحطه علشان اكل الاتنين مع بعض زي ما انتم شايفين كده، وابدأ اقمر الرغيفين مع بعض وهدي النار حاجة بسيطة. زي ما انتم شايفين ده طبعا الختم بتاع التأمير اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. وادي طبعا يعني نقدر نقول ان كده العيش بقى جاهز للاكل. نطفي النار، ناخد الرغيفين ونروح نحطهم تاني. بعدين نجيب اللانشون كده كده، او ممكن نجيب واحدة كاملة افضل. كده كده اول سندوتش خلص. كل اللي عليك ان انت بعد كده بتلفه زي ما بنلف السندوتشات اللف. طبعا من اسمها معروفة سندوتشات لف، يعني بتتلف اكيد. تقعد تعمل كده 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 كده. السندوتش اللانشون بتاعك جاهز للاكل. طبعا هو شكله عامل زي السويس رول، وتقدر تبدأ تاكله هماجة.